ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. من داخل مقر جريدة الوطن والناس معنا النهارده المستشار حسن، المستشار التربوي حسن عبد المقصود. اهلا وسهلا. نتشرف بحضرتك الاول يعني. حسن عبد المقصود علي، مستشار تربوي، خدمه اكثر من 30 عام في التربيه الخاصه. لنا مجالات كثيره على التربيه الخاصه، ودلوقتي بندي محاضرات تعويضيه على الارشاد الاسري ومشاكل الاسره والزواج والطلاق، يعني يعني في مختلف المشاكل العائليه. احنا امبارح سمعنا حضرتك في تدشين حضرتك الملتقى الثقافه والابداع للعالميه الدكتوره امل سندس، كنت حضرتك بتتكلم فيها عن ذوي الهمم. ممكن تدينا نبذه بس بسيطه جدا؟ هو بدايه بنبارك للدكتوره امل سندس على نجاح الملتقى. الله يبارك فيك. ودي الندوه الاولى او الامسيه الاولى، وكانت المشاركه طيبه، وطبعا انتم شاهدتوها وحضرتوها امبارح. وكان من الضروري اللي احنا بندي توعيه للمجتمع عن ما هي التربيه الخاصه. ايه هي التربيه الخاصه؟ ايه المشاكل اللي بنشوفها؟ مشاكل الاولاد، مشاكل البنات، المشاكل الدراسيه، مشاكل التحصيل، الذكاء، انواع الذكاء، المشاكل العائليه، يعني كل المحتوى ده بيشمل كلمه واحده وهي التربيه الخاصه. شكرا لحضرتك. احنا بس عايزين نقول ان ذوي الهمم جزء لا يتجزأ عن المجتمع، جزء هام جدا في المجتمع. وعلى فكره ذوي الهمم لهم قدرات خاصه كبيره جدا تتفوق على الاسوياء في كثير من الالعاب الرياضيه، وخصوصا انا شفت البعثه السنه اللي فاتت او اللي قبليها السنه دي البعثه عملت ميداليات ذهبيه كتير على مستوى العالم اخفق فيها الاسوياء. فذوي الهمم لهم قدرات خاصه بشرط الرعايه والتدريب والالتزام برعايه هذه الفئه اللي هي لا يعني غير قليله في المجتمع. يعني احنا النهارده النسبه تتعدى ال 20% كاعاقه شامله في المجتمع، اعاقه ذهنيه وكسر بصر وصوت وهكذا. يعني فذوي الهمم لهم قدرات خاصه بشرط توفير الجو المناسب. انا مع حضرتك فعلا، لكن احنا بنقول شعار ذوي الهمم الإعاقة في العقل وليست في الجسد. الإعاقة في العقل وليست في الجسد. عشان كده احنا بنقول ان الإعاقة ليست يعني بشرط مش أساس ان هي تكون إعاقة ظاهرة. لا، يعني كثير من الأسوياء معاقين في حاجات كتير، سواء في العمل، في معاقين ذهنيا، يعني في حاجات كتيرة جدا. تمام. لكن احنا قضيتنا في ذوي الهمم ان هو كل ما له اعاقه ويحتاج لرعايه فاحنا نساعده ونقدم له الخدمه المناسبه له. شكرا لحضرتك المستشار حسن عبد المقصود، المستشار التربوي. كان معكم الدكتور مجدي الناظر، المستشار الاعلامي لملتقى الثقافه والابداع للاعلاميه الدكتوره امل سندس. شكرا جزيلا.